راديو مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. وطبعا زي ما قلنا لكم منورنا النهارده دكتور أحمد البربري، استشاري القلب والقسطرة ونائب رئيس شعبة العلاج الدوائي بالجمعية المصرية لأمراض القلب. موجود معانا النهارده علشان اللي حابب يطمن على نفسه وحابب يسأل دكتور أحمد أي سؤال، احنا موجودين معاك علشان تسأل وتطمن. ده دايما الهدف من عيادة الخير اللي بتبقى كل يوم خميس علشان نطمن على نفسنا. دكتور أحمد صباح الفل. صباح الخير عليك أحمد منتصر، صباح الخير على كل السادة المشاهدين، صباح التفاؤل، صباح العمل إن شاء الله. أهلا بحضرتك دكتور. يعني على اعتبار إن ممكن حد يبقى سامعنا وبيتعامل مع قلبه على إنه ضفره أو شعره أو ودنه، تمام، فنشرح له عضلة القلب أهميتها إيه وفايدتها إيه؟ الحقيقة زي ما دايما بقول في معظم لقاءاتي ان القلب هو اهم عضو في جسم الانسان. عمله من لا عمله هو الفرق بين الموت والحياة. فالقلب هو اللي بنضمن بيه صحة الشعر وصحة الضوافر وصحة الكلى وصحة الامعاء وصحة الجهاز الهضمي عن طريق وصول الدم والدورة الدموية لكل الاجزاء دي عشان تغذيها بصورة سليمة. فوجود القلب لابد من التعامل معاه بصورة أكثر اهتماما من السادة المستمعين، بحيث ان هو ممكن حتى يتعرف على الأعراض اللي ممكن تدله ان القلب بتاعه ممكن يكون في بداية مرض او كده، فيلجأ بسرعة للطبيب عشان يبقى العلاج اسرع، ولما يكون العلاج اسرع في بداية المرض يقدر يحفظ نفسه من المضاعفات وكده. القلب هو كل دوره ان هو بيضخ الدم للجسم كله، صح كده؟ وده دور مهم جدا، يعني دور خطير جدا. الجزء اللي مش هيوصل ليه دم مش هيعيش، مش هيبقى حي. يعني مثلا لو ما وصلش للرجلين هنا، دي اللي بنسميها غرغرينه مثلا. جنجرين وممكن يبقى في الجزء ده يستأصل او كده. طيب دكتور، كنت بتكلم في المقدمه عن القلب المكسور. ده مصطلح كده رومانسي احنا بنقوله دايما، اللي هو ان انا قلبي اتكسر. في الموضوع ده هو فعلا القلب ممكن يتكسر؟ الحقيقة ده مصطلح علمي اسمه بروكن هارت سندروم او تاكوتسوبو سندروم. ده فعلا مع حالات الحزن الشديد ممكن بيحصل ضعف في عضلة القلب، ضعف حقيقي مثبت بالموجات الصوتية على القلب والأعراض، وبيحتاج علاج وكده، وبيبقى أكثر في النساء. وهو ممكن يعني بعد الحزن ده ما بيروح غالبا بيخف هذا المرض اللي هو مرض القلب المنكسر او متلازمة القلب المنكسر. طب هو ليه بيبقى اكتر في النساء؟ معلش ده سؤال. ممكن هو حضرتك تفسير ان القلب بيضعف مع الحزن الشديد، بيبقى في بعض الهرمونات زي الابنفرين والنور ابنفرين بيفرز بصورة زيادة، فهو ده بيعمل زي حمل على القلب، بيبدأ يحصل فيه ان هو ما بيقومش بوظيفته بصورة مظبوطة. ده بيخرج نتيجة الاعصاب او نتيجة التوترات اللي بتبقى النساء اكثر يعني تأثرا بالمشاعر او اكثر تأثرا بالحزن او كده. طيب دكتور، جالنا سؤال دلوقتي، لو القلب ما وصلش الدم بصورة كافية للكلى، ده ممكن يحصل ولا صعب؟ طبعا بيحصل، ولو ما حصلش بصورة مناسبة وكافية ممكن يحصل قصور في وظائف الكلى، ولو حصل قصور في وظائف الكلى ممكن في الاخر بتؤدي الى فشل كلوي ويحتاج لغسيل كلوي. فعشان كده من ضمن الحاجات المهمة جدا لطبيب القلب ان هو ياخد حذره من كل اجزاء الجسم، بما فيها الكلى، بما فيها المخ، بما فيها ضغط الدم، لان كل ده بيؤثر ويتأثر بالقلب. يعني زي ما قلنا ان الدم لو اتمنع عن الساق يحصل جنجرين او غرغرينة، لو اتمنع عن جزء في المخ بيحصل جلطة في المخ، يبدأ يحصل توقف حركي او توقف احساس او اللي هي اسمها جلطة المخ، او اللي هي ساعات بنسميها السكتة الدماغية. لو الدم اتمنع عن الكلى زي ما قلت بدرجات، اللي هو لو حصل غير كافي، يعني بيوصل الدم بصورة غير كافية،
يبدا يحصل قصور في وظائف الكلى. لو الدم اتمنع مثلا عن الشريان التاجي اللي بيغذي القلب نفسه، بيبدا يحصل اللي هو الذبحه الصدريه، وممكن يحصل جلطات في الشرايين التاجيه نتيجه ان الدم اللي رايح يغذي القلب نفسه قليل او توقف مره واحده نتيجه جلطه في الشريان التاجي او يعني احد فروع الشريان التاجي، وبيحصل اللي هو الاحتشاء. اللي هو الجزء من القلب اللي اتمنع عنه الدم ده الخلايا بتاعته بتبدا تتكسر. بس هي ممكن تتلحق في اول 6 ساعات عن طريق القسطره الاوليه، ان انا اخش بالمريض ده اعمل له قسطره افتح بيه الجلطه اللي قافله الشريان. وكل ما يتلحق بدري كل ما يكونش فيه تاثير. لو اهمل وما تعملش قسطره او المريض ما توجهش للطبيب، على الاقل الجزء اللي اتقطع عنه الدم ده هيحصل هيبقى ضعيف ويؤدي في الاخر لضعف عضله القلب اللي احنا موضوع حلقه النهارده. طيب دكتور، يعني اللي حابب يكلم دكتور احمد البربري رقم التليفون 257-78-553. دكتور معانا دلوقتي محمد عايز يسال حضرتك سؤال. يا محمد صباح الفل. صباح الفل يا فندم. اهلا بيك دكتور احمد، معاك اتفضل. الله يخليك. السلام عليكم يا دكتور. السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا باشا، انا دلوقتي عايز اسال سؤال بالنسبه لوالدتي. والدتي سنها معدي 70 سنه، يعني خد بال حضرتك. دايما عندها اي حركه بسيطه، يعني انا دلوقتي مثلا عشان اخدها، هي مريضه سكر ومريضه ضغط. ايوه. عشان تمشي دايما عندها مشاكل في التوازن، لازم انا اسندها، ادخلها مثلا دورة الميه، اقعدها، اقومها، اي حاجه من الحاجات دي. دايما رجليها ورمه بشكل كبير، برغم انها المفروض بتاخد اللي هو اللازك او اللي هي مدرات البول، واخد بال حضرتك. فبالنسبه لها الموضوع دايما حتى تنهج، يعني عارف حضرتك لو مشيت مثلا 10 متر كده جوه البيت او حاجه تلاقيها تنهج، تقول لي انا عايز اقعد، تقوم تاني انا عايز اقعد تاني، يعني هي برضه مجهودها ضعيف قوي. ايوه. فالموضوع انا مش فاهم، يعني هي كانت قبل كده اشتكت برضه من ضعف الترويه المخيه ودخلت عليه المستشفى، اخذت يعني بعض الادويه عشان تنشط الدوره الدمويه المخيه وكده، والحمد لله يعني ما حصلش اي مضاعفات فيها يعني. فانا كنت عايز اسال دلوقتي بالنسبه لوضعها ده ايه موضوع النهجان وعلى طول الجهد الضعيف والرجلين الورمه على طول، ويكاد يكون جسمها مخزن ميه. ايوه. انت حضرتك الحقيقه بتوصف تقريبا حاله من ضعف عضله القلب اللي هو بيحصل فيها النهجان، وبيحصل فيها الاحتقان العام اللي ممكن يؤدي الى تورم في الساقين، وبيحصل فيها ان الامداد الدموي بيبقى قليل عموما لمعظم اجزاء الجسم بما فيها المخ، فيحصل يعني الترويه المخيه او الامداد الدموي للمخ بيبقى يقل شويه. هو الحقيقه ده المفروض الاول عشان نؤكد التشخيص لازم هنعمل موجات صوتيه على القلب اللي هي الايكو ورسم قلب عشان نعرف الدنيا ماشيه ازاي، ونعرف هل فعلا هو اللي احنا ماشيين يعني ده قلب فعلا ولا في اسباب اخرى. ساعات بيبقى التورم الساقين ده له اسباب في الكلى او الكبد، فاحنا لازم نتاكد من التشخيص عن طريق زي ما بقول لحضرتك كده هنعمل موجات صوتيه على القلب ورسم قلب، ونبدا نمشي في الاتجاه اللي هنشوفه، يعني اذا كانت العضله ضعيفه ومترهله ولا العضله ضعيفه ومقاسها كويس، ولا في ارتجاع في صمام او ضيق في صمام، ولا في ذبحه وباينه في رسم القلب، وفي العضله متاثره بشكل الذبحه. فكل ده هيعمل لنا خطه العلاج اللي هنمشي عليها. بالنسبه لعدم الاتزان ممكن يكون مشارك في القلب لو هو ضعيف، فبيغذي جهاز الاتزان اللي في المخ قليل، فيبدا يحصل قصور في الدوره الدمويه الدماغيه والمخ وكده، او ممكن يكون مرض في جهاز الاتزان نفسه وبنحتاج معانا دكتور اعصاب عشان يعالج هذا الامر. تمام يا دكتور. فالامر بيبقى بسيط ان شاء الله، بس اهم حاجه نشخص مظبوط. بنشكرك يا محمد وبنستاذنك يا دكتور في فاصل ونكمل مع حضرتك كلامنا. لسه منورنا دكتور احمد البربري، استشاري القلب والقسطره ونائب رئيس شعبه العلاج الدوائي بالجمعيه المصريه لامراض القلب. رقم التليفون اللي يحب يكلم الدكتور 257-78-553. راديو مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. لسه منورنا دكتور أحمد البربري، استشاري القلب والقسطرة ونائب رئيس شعبة العلاج الدوائي بالجمعية المصرية لأمراض القلب.